السلام عليكم. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على القناة. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو وانتم بخير وعلى خير. قضيتنا اليوم كانت قضية غامضة بمعنى الكلمة، ولكن داكشي اللي وقع في الاخر ما كانش متوقع نهائيا. فشنو هي الحاجة اللي حلات لغز هذه الجريمة وفكات خيوطها؟ ما نزيدش نطول عليكم اكثر، ندخلوا في تفاصيل حلقة اليوم على بركة الله. قضيتنا اليوم كتبدا سنة 2006 وبالضبط في شهر 8. واحد العساس من مدينة وجدة غادي يتصل بالشرطة باش يبلغ على اكتشافه لجثة واحد البنت شابة مرمية في الطريق. البوليس تفاعلوا على الفور مع هذا البلاغ وانتقلوا لعلي المكان، وتم كان في انتظارهم السيد اللي بلغ. تقدم عندهم وقال لهم السلام، انا هو العساس اللي اتصلت بكم. انا راه كنحرس هاد المكازة، وقبيله كنت كندير واحد الجولة تفقدية حتى كتبان لي واحد الشاحنة جاية على الطريق الرئيسية ودخلت لهذيك البلاصه بالضبط. وقفات بضع دقائق ومن بعد نزل منها واحد السيد حط شي حاجه تماكين من بعد دماره وزاد. انا كنت كنظنه حط شي زبل حاشاكم ولا شي متلاشيات، خليته حتى بعد ومشيت نشوف شنو حط من باب الفضول، حتى كنتفاجئ بانها جثه ديال هاد البنت. البوليس داروا المعاينات ديالهم كيلقاو البنت مرميه في جنب الطريق، وكيبان العمر ديالها غيكون بين 32 سنه حتى ل 36 سنه كاقصى تقدير، وما كانش بادي عليها اثر العنف او الضرب ولا شي نزيف او طعنات. كانت كتبان في حاله عاديه، وكانت كترتدي ملابس ديال الدار، يعني بيجامه، بحال البنت كانت جالسه في الدار ومن بعد تهزات وتحطات هنا. ولكن كان هناك بقع ديال القيع على الملابس ديالها. والحاجه اللي لاحظوا تقنيين مسرح الجريمه هي انه اصابع الضحيه كانوا مشوهين، وهذاك الجلد ديال البصمات كان مذوب بواسطه شي ماده كيميائيه، وكانوا مضطرين بزاف لدرجه انه تم محو البصمات ديالها تماما. البوليس قلبوا في حوايج الضحيه وفي البلاصه فين لقاوها على شي حاجه ولا شي وثيقه تبين لهم هويتها، ولكن قالوا مادام اللي قتلها شوه ليها بصماتها بهدف عدم التعرف عليها، فما يمكنش يخلي بحوزتها شي حاجه اللي غتعاوننا نتعرفوا عليها. البوليس حاولوا يسولوا العساس على مواصفات هذاك صاحب الشاحنه، ولكن هو ما نفعهمش في هذا الجانب. قال لهم انا شفتو فاش كان جاي مع الطريق وفاش وقف الكاميو في ديك البلاصه، ومن بعد نزل، ولكن حيت الاناره هنا قليله وديك البلاصه فين وقف مظلمه ما قدرتش نتعرف عليه ولا نشوف الملامح ديالو. ولكن الكاميو راني عاقل عليه، كان غير كاميو صغير ماشي كبير بزاف. نقلات الجثه لمستودع الاموات وبداو البوليس في البحث. عاودوا استدعاو العساس باش يحققوا معاه، ولكن ما ضاف حتى شي حاجه على التصريحات اللي سبق ودلا بها. المحققين حاولوا يبذلوا مجهود في هذه القضيه باش يتوصلوا لهويه الضحيه، وبداو كيقلبوا في محاضر البحث لفائده العائله اللي عند الشرطه وعند الدرك، لعل يعثروا على شي اسره كيبحثوا على بنت بنفس العمر ومواصفات الضحيه. ولكن هذا الشيء ما عطى حتى نتيجه، فغيقوموا باجراء اخر، الا وهو يوزعوا برقيه على جميع مراكز الدرك والشرطه اللي في ربوع المملكه مرفوقه بصوره للضحيه. ولكن حتى هذا الاجراء ما عطاش الاكل ديالو، وخا مرات كتر من اسبوع على العثور على البنت ما كاينش اللي جاي يبلغ على انه اختفت شي بنت من العائله ولا من المعارف ديالو. البوليس تعقدات عندهم الامور لانه السيده تلقات بلا بصمات وما جا حتى حد كيبحث عليها، وهما ما عارفينش الهويه ديالها. فمنين غادي يبداو البحث؟ تقرير الطبيب الشرعي كيقول باللي الضحيه قبل ما تموت ما تعرضاتش لا للعنف ولا للاغتصاب، وانما ماتت جراء تسمم. والطبيب لقى سم خطير في المعده ديالها، وهذاك القي اللي كان عندها في الملابس كان ناتج على هذاك السم، وانه تم محو البصمات ديالها بواسطه الماء القاطع. البوليس من شافوا الوقت كيمر وهما مازالوا واقفين في بلاصتهم والبحث ما تحركش، داروا واحد الاجتماع مع اعوان السلطه وحاولوا يجمعوا الشيوخ والمقدميه ديال مدينه وجده. عطاوهم تصاور ديال الضحيه وقالوا لهم كل واحد منكم يشوف لينا في السيكتور اللي تابع ليه، يسول الناس ويوريهم هاد التصويره، لربما شي واحد يتعرف عليها. وفعلا اعوان السلطه داروا اللي عليهم، سولوا السكان كل مقدم والحي اللي تابع ليه، ولكن بدون جدوى، ما قدروا يتوصلوا لوالو. البوليس شكوا ان هاد البنت غتكون برانيه على المدينه، لانها كون كانت بنت وجده كان ضروري غادي يتعرف عليها شي حد من الساكن، ولكن هي حتى حد ما عرفها ولا جا كيسول عليها. فشكون هذاك السيد اللي جار ما هتم؟
واش هي فعلا تقتلت في وجده ولا تقتلت في مدينه اخرى وغير جابها حطها تم باش ما يعرفها حد. هاد الجريمه كيف سبق وذكرت لكم وقعت في شهر 8 من سنه 2006. نوقفوا هنا ونمشيو لمدينه تطوان، وبالضبط بتاريخ 20 دجنبر 2009، يعني من بعد 3 سنين. في واحد العشيه جات واحد المراه لمركز الشرطه وكان معاه واحد الشاب في عمره شي 37 سنه تقريبا. السلام، قالت لهم بغيت نبلغ على واحد الاختفاء. دخلوها عند السيد المكلف، قال لها تفضلي الشريفه شنو عندك؟ قالت لها سيدي انا كنعيش في المانيا، وهذا ولد اختي عايش هنا في تطوان هو واختو، وانا شي سيمانه دابا باش دخلت للمغرب من بعد 5 سنين ديال الغربه، وجيت عند ولاد اختي باش ندير معاهم صله الرحم. حتى كنتفاجئ بولد اختي كيقول لي ان اختو مريم شي 3 سنين دابا باش مشات للخليج وبالضبط للسعوديه، وانه من ذاك الوقت ما عاودت دخلت للمغرب وما عمرو تواصل معاها ولا عرف اخبارها. مني مشات ما عمرها دوات معاه وهو ما عارفش كيفاش غيوصل ليها. والصراحه راه تشوشنا عليها حيت انا كنعرف مريم بنت اختي مزيان، وعارفه انها ما تقدرش تبقى هاد المده كامله بلا ما تدخل المغرب، وما تقدرش تقطع الاتصال مع خوها. البوليس سولو هذاك الاخ على كيفاش حتى مشات اختك للسعوديه. قال لهم انا ما عنديش معلومات كثيره على هادشي، ولكن اللي عارف هو انه شي مرا دبرات ليها على شي عقد عمل تم وداتها معاها. سولوه البوليس واش كتعرف هاد المرا اللي داتها؟ قال لهم لا في الحقيقه ما كنعرفهاش، انا غير اختي اللي قالت لي راه واحد السيده دبرات لي في واحد الكونطرا للسعوديه وراه غنمشي نخدم تم. سولوه شحال في عمر اختك؟ جاوبهم في عمرها 33 سنه. خداو من عندهم المعلومات ديالها وواحد نسخه من بطاقه التعريف ومشاو كيقلبوا. بغاو يعرفوا البوليس امتى هاد البنت غادرت المغرب وواش عمرها دخلت للبلاد في هاد 3 سنين اللي فاتوا. وهنا غيتفاجئوا البوليس انه مريم عمرها خرجت من المغرب، والاكثر من ذلك انها ما سبقش لها صوبات جواز السفر. رجعوا عند الاخ ديالها وسولوه واش متاكد ان اختك مريم سافرت للسعوديه. قال لهم انا سيدي قالت لي غتسافر، وقالت لي حتى الموعد اللي كانت عندها فيه الطياره، جمعات حوايجها ومشات. عاودوا سولوه واش في داك الوقت شفتي عندها شي بي ديال الطياره ولا مشيتي معاها للمطار باش تودعها قبل ما تسافر؟ قال لهم لا سيدي، هي جمعات حوايجها وودعاتني في الدار وقالت لي بلا ما تعذب انا غنمشي بوحدي، وبحكم ظروف العمل ديالي ما مشيتش معاها. البوليس قالوا لي واش فراسك باللي هاد اختك مريم اللي كتقول مشات للسعوديه راه ما عندهاش اصلا باسبور وما سبقش ليها خرجات من المغرب؟ قال لهم سيدي انا داكشي اللي كانت قالت لي هو اللي قلت لكم، وانا على نيتي تيقتها حيت هي في عمرها 33 سنه، يعني كبيره وعارفه اش كدير، وهي اللي كانت بغات تمشي تخدم على راسها، انا راه ما يمكنش ليا نحبسها. البوليس ما فهموش علاش هاد السيده غتكون كذبات على خوها وقالت ليه انا غنسافر بينما هي بقات غير في المغرب، وعلاش غبرات هاد المده ديال 3 سنين كامل، وشنو الهدف ديالها من هاد المسرحيه. البوليس قالوا لهاد الاخ والخاله ديالو دابا نتوما تقدروا تمشيو، ولكن غيخصكم ترجعوا عندنا غدا باش نكملوا الاجراءات. وفعلا الغد ليه رجع هو وخالته، ولقاو البوليس موجدين لهم واحد المجموعه ديال التصاور ديال شي بنات مختفيات ولا سبق ولقاوهم البوليس وقع لهم شي حاجه ولكن ما عرفوش الهويه ديالهم. بقاو كيدوزوا في التصاور حتى وصلوا لواحد التصويره اللي غير شاف هذاك الاخ وهو يقول لهم هذه هي اختي مريم، وهاد التصويره هي ديال البنت اللي كانت لقات الجثه ديالها مرميه في وجدها هذه 3 سنين. وهنا واحد الضابط قال لهم هاد البنت راه تلقات مقتوله في وجدها في 2006، والبوليس ديال ديك المنطقه دوزوا وقت طويل وهما كيبحثوا باش يتوصلوا للهويه ديالها ولا للجاني، ولكن ما توصلوا لوالو. العائله ديالها تصدموا من هاد الشيء اللي سمعوا، خصوصا من يعرفوا ان البنت هذه 3 سنين وهي ميته وهما ما في راسهم ما يتعاود. دابا القضيه ما بقاتش كتعلق باختفاء، انما بقضيه قتل، يعني غيتعاود يتحل هذا الملف وغيبدا فيه البحث من جديد. وغيبداو مع اخ الضحيه. البوليس غيسولوه انت سبق وصرحتي باللي اختك مشات تخدم في السعوديه وباللي شي مرا هي اللي توسطات ليها وجابت ليها الكونطرا باش تخدم تم، ولكن انت ما كتعرفش هاد السيده. قال لهم فعلا سيدي هادشي اللي كاين، وقلتي ان اخر مره شفتيها كانت هذه 3 سنين نهار جمعت حوايجها ودعاتك وقالت لك انا غادا للمطار راه اليوم عندي الطياره. جاوبهم فعلا سيدي. قالوا لي حنا
مني بحثنا لقينا اختك ما خرجت من المغرب، ما عندها باسبور. في نظرك انت علاش غتكون كذبات عليك؟ جاوبهم والله ما عرفت سيدي. انا اختي كنت كنثيق فيها، قالت لي غتمشي تخدم، قلت لها الله يسخر لك، حيت هي راه كبيره ومسؤوله وانا ما يمكنش لي ندخل في قراراتها. البوليس رجعوا كيبحثوا مع خالة الضحيه في محاوله منهم انهم يلقاو شي معلومه توصلهم لديك السيده اللي جابت ليها الكونطرا، ولكن خالتها كتقول انا راه عايشه على برا و5 سنين هادي باش ما دخلتش للمغرب، ودابا مني جيت ولد اختي صدمني بان مريم 3 سنين باش مقطوع اخبارها وهو ما عمرو حاول يقلب عليها. سولوها البوليس واش ما عندكش شي فكره على شكون تقدر تكون ديك المراه اللي داتها معاها، ما تكونش زعما شي وحده من العائله ديالكم؟ قلت لهم لا، اصلا ولاد اختي ما بقى عندهم حد من غيري، ومن نهار توفاو الوالدين ديالهم وهما عايشين غير بجوج بعضياتهم في دارهم، حتى لشي عام ونص دابا عاد تزوج ولد اختي وجاب مراتو تسكن معاه. البوليس من سمعوا هاد المعلومه ديال انه تزوج هادي عام ونص دخلهم الشك، قالوا كيفاش هذا اختو غابره 3 سنين وما عنده عليها حتى خبار، وما قال ليه راسو لا يمشي يقلب عليها ولا يسول عليها، والسيد ضاربها بتزويجه مع راسو وعيش حياته عادي. كون ما هاد خالته اللي ضربات فيه الفقد كون راه باقي هو ما مسوقش. جاهم هادشي فشي شكل، او انت ما عرفتي السيده اللي دات اختك للسعوديه، ما مشيتي معاها للمطار، ما قلبتي عليها هذه 3 سنين، بزاف هادشي. قالوا ليه البوليس غير خصنا نمشيو معاك للدار، قال لهم واخا سيدي. ومني كانوا خارجين من ولايه الامن قالوا ليه غتركب معانا باش تنعت لينا فين كاينه الدار، قال لهم انا راه جيت في الكاميو ديالي، انا غنسبقكم باش نوريكم الطريق. البوليس مني سمعوا ان السيد عنده كاميو تفكروا ان العساس اللي لقى الجثه ديال الضحيه في وجده كان قال باللي اللي حطها كان عنده كاميو، وهاد خونا حتى هو عنده كاميو. وهنا الشكوك اللي كانت عندهم تجاه الاخ ضربات في 100. فعلا مشاو معاه، مني وصلوا تقسموا لجوج فرق، فرقه دخلت معاه للدار قالوا ليه ورينا البيت اللي كان ديال اختك قبل ما تسافر. فعلا دخلهم لواحد البيت وبداو كيقلبوا في واحد الخزانه حتى كيلقاو بطاقه التعريف ديالها. سولوه اش كدير هادينا، واش انت كتفلى علينا، كاين شي واحد كيسافر بلا بطاقه التعريف ديالو؟ قال لهم انا ما كنتش عارف واش كاينه تم، انا اصلا عمري فتحت هذاك الماري. وهما كيبحثوا في الدار، الفرقه الثانيه كانت في الزنقه على برا، وحتى هما كانوا كيبحثوا مع الجيران. ملي سولوهم اش كتعرفوا على مريم اخت فلان، قالوا لهم الله يعمرها دار، كانت الله يرحمها ظريفه وبقات فينا الصراحه فاش كنا عرفنا انها ماتت مغربه. البوليس سولوهم كيفاش ماتت مغربه. الجيران جاوبوا بلي هذه تقريبا شي عام ونص خو مريم قال لنا راه مسكينه دارت شي كسيده في السعوديه وماتت، وبلي غتدفن تم. الجيران كاملين عزاوه، ومن ديك الساعه وحنا عارفين بلي مريم ماتت في السعوديه. البوليس مني سمعوا هاد الهضره تصدموا ودخلوا للفور عند الاخ للدار وعزلوه على الزوجه ديالو. قالوا ليه انت علاش قلتي للجيران بلي مريم ماتت في السعوديه بكسيده؟ في الاول حاول ينكر، ولكن البوليس جابوا الجيران اللي صرحوا بهذا الكلام ودخلوهم عنده باش يواجهوه، وفعلا جيرانه حطوه بوجهه. من بعد سولوه انت فاش خدام بالضبط، قال لهم انا شيفور ديال كاميو وتابع لواحد الشركه. قالوا ليه واش فراسك السيد اللي لقى الجثه ديال اختك في وجده كان قال باللي اللي حطها كان سايق كاميو؟ الاخ هنا من يسمع هاد الهضره بقى غير ساكت، لانه كيشوف راسو تحاصر ولا مضطر يجاوب على اسئله البوليس اللي ما كانش عنده ليهم الرد. وهنا غادي يعترف وقال لهم انا اللي قتلت اختي. اما بخصوص التفاصيل كيقول انا واختي من بعد الوفاه والدينا بقينا عايشين بجوج في الدار، وفي واحد المده بديت كنفكر في الزواج، ولكن مني قلتها ليها قالت لي خاصنا نبيعوا الدار وكل واحد ياخذ حقه، ولكن انا ما كنتش باغي نفرط في الدار اللي خلاو لي والديا وبغيت نبقى فيها. هي من ولات كتقول لي لما بغيتيش تبيع شري من عندي حقي وبقى فيها انت، ولكن انا ما عنديش باش نشري حقها. ولات كل مره كتقول لي امضره فكرتي في داكشي اللي قلت لك؟ فانا تغمضوا عينيا وفكرت انني نقتلها باش نرتاح من هذا الصلاح، واختاريت الخطه اللي غندير، وهي انني واحد النهار شريت السم والماء القاطع وجبتهم معايا للدار، وبلا ما تحس درت ليها السم في الكاس العصير وعطيتها شرباتو.
وبقيت كنتسناها حتى ماتت، واستعملت الماء القاطع باش نشوه بصماتها، وهزيتها ودرتها في الكاميو، ودرت عليها السلعة ديال الشركة، وشديت الطريق وجدة، وقلبت على شي بلاصة تكون خاوية ومظلمة باش نرميها فيها. وديك الساعة منين رميتها رجعت في حالي. وانا كنسرد هاد القصة مستمعينا، كل مرة كنت كنطق فيها كلمة الأخ كنحس براسي كنافق راسي، لأنه الأخ عمرو كان بحال هكا. عمر الأخ كان أناني ولا مجرم ولا قاسي؟ بالعكس، الأخ هو الظهر، هو الأمان، هو السند، هو الملجأ. شوفوا أنانية هاد السيد شنو خلاتو يدير باش يتزوج ويبقى عايش في الدار بوحدو. قرر يوضع حد لحياة اختو ويرميها ويرجع في حاله عادي يكمل حياته كأن شيئا لم يكن. حتى لهنا غتكون قضيتنا اليوم انتهت. كنشكركم على متابعتكم الفيديو. غنطلب منكم الا جات على خاطركم ديروا لايك واشتراك القناة باش تشجعوني، وتخليو لي شي تعليق، وما تنسوش. نشوفكم فيديو جاي. بسلامة.